السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، قمت بشراء 4 أوراق بنكية عراقية للراحل المرحوم صدام حسين. من منا لا يعرف هذا البطل صدام حسين؟ تعلمون كاين اختلاف الرأي على صدام حسين. بالنسبة لمحبيه فهو قائد قومي وبطل شجاع، وقف ضد إيران وضرب إسرائيل، وقف في وجه أمريكا لولا خيانة بعض مساعديه ومرافقيه. أما بالنسبة للمعارضيه فهو طاغية. المهم موضوعنا اليوم ماشي غنشوفوا هل هو كذلك أم لا. أنا أحترم كل الآراء وكل واحد فهو حر في رأيه، وبالنسبة لي فصدام حسين فهو بطل قومي وبطل شجاع. لاحظتم كيف كانت العراق من قبل وكيف أصبحت؟ المهم موضوعنا اليوم هي هذه الأوراق. في نهاية الفيديو سأقول كلام مهم عن هذه الأوراق، أتمنى أن تبقوا معي وتسمعوه. سامحني لسمرة معصمك ونشاف الريح والجود أسماك بان. المهم اللي بغيت نحط لكم منه يا اخوان وهو حذاري، فكاينين بزاف ديال الاوراق المزيفه في المواقع سواء ايباي او اي موقع اخر، ولكن كاينين الباعة اللي تيذكروا ذلك، تيكونوا كاتبين بانها كوبيا، ولكن كاينين باعة اخرين لا يذكرون ذلك، مثل ما حدث معي يا اخوان. هذه الورقه الوحيده التي هي اصليه، اما الاوراق الثلاثه الاخرى فهي مزوره لانها لا تتوفر على علامات الامان. هذا عليكم دائما بسؤال البائع إذا لم يكن يضع ذلك في إعلانه بأن الأوراق حقيقية أم مزورة. والحمد لله في حالتي فبائع فهو خائف أن أقوم بالتعليق سلبيا له، وقد يؤثر ذلك على مبيعاته المستقبلية، وخائف بأن أرفع شكوى إلى أصحاب الموقع، لهذا فقد وافق على إرجاع أموالي. أشكركم إخواني أخواتي على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.